دابا شنو غيوقع الا فقنا شي نهار وما مشيناش للخدمه، ياك خدامين غا على قبل داك الصريف؟ يا الهي شي نهار غتهربوا ليا صاحبي بهذا الغباء في الاسئله. الفيلم كامل داير على الصرف. عندك الحق، ما نختلفوش على هذه القضيه. ولكن الا رجعنا للور فاش كنا صغار، اكثر حاجه فكرنا فيها هي شنو غنكونوا ملي نكبروا، وماشي شحال غنتخلصوا. هذا هو البلان اللي غنهضروا عليه في هذه الحلقه. معكم محفوظ، عصام. وردوان، وانتم كتسمعوا البودكاست بثلاثه في ثلاثه. ملي كنا صغار كل واحد فينا كان كيحلم بشي خدمه يديرها ملي يكبر. ها اللي باغي يولي طبيب، ها اللي مهندس، وكاين اللي قال لك انا بين نولي غير شجره. ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. في بدايه الالفينات اكثر خدمه كان كيحلم بها بنادم هي يكون طبيب، مع خدمات اخرين ما بنسب قليله، بحال الالعاب الرياضيه، الديكور والتصميم التجاري. واخر حاجه في الليسته هي تكون صيدلاني ولا فوتوغرافر. الا جينا ل 2018 كنلقاو عاوتاني النسبه الاكبر كتمشي لخدمه الاطباء، موراها المحاماه والالعاب الرياضيه. غير هاد المره بدينا كنشوفوا خدامي جداد بنسب كبر من الاول، بحال البرمجه ولا بروغرامين. ومن اكثر الخدامي شهره مؤخرا اللي كاع الدراري الصغار كيهضروا عليهم هي الخدمه ديال اليوتيوبر ولا المجال الترفيه عامه. ولكن واش كاع داكشي اللي حلمنا به في صغرنا غنخدموا ملي نكبروا؟ من 2002 حتى ل 2012 الاحصائيات اللي دارتها منظمه التعاون الاقتصادي والتنميه عن طريق برنامج تقييم الطلبه الدوليين كتقول العكس، وباقي ما عرفنا السبب علاش. خير دوان، كاين شي مساعده الله يستر عليك؟ لا، ما مد لي هذاك المايك اخا المحفوظ. المهم، كاين بزاف ديال الحوايج اللي كدير لينا العصا في الرويضه باش ما نخدموش في المهنه اللي كنحلموا بها، ولكن غادي نركز على المهمه. وهذا الشيء اللي غنقول راه ماشي كيحرمك منها ويخليك تولي ادمي. وسطر مزيان على هاد الورنين اللي عطيتك. اول حاجه غتروب لك هي انك ما عارفش منين تبدا وشنو دير، يعني باقي غير كتحلم هذا. راه صعيب تبغي تولي بيلوت وانت عمرك شفتي حتى الطياره في التصاور كي دايره. نقص المهارات او السكيلز ديال هذيك المهمه كيقدروا يحبسوك في النص. مثلا كاينين مهن اللي كيطلبوا الموهبه هي الاول، عاد كديفلوبيها بالممارسه المهنيه. الفرص المحدوده حتى هي كتسلم عليك بانا، فبعض المرات كتلقى فرص العمل في هذاك الميدان اللي بغيتي قليله بزاف وكتنفرك من انك تكمل في هذيك الحلمه. اقارن العاقه او عمر. علاش؟ حيت كاينين مهن باش تكون فيهم خاصك تستثمر فلوس في القرايه ديالهم من غير لا ديبانيتي في الاول، باش ما بيد ما تجمع صريف وتباشر قبل ما يقلبوا عليك الكره تبا عليه. كاينين عاوتاني القيود الجغرافيه. راه تقدر ديك الوظيفه اللي بغيتي كتطلب تاجر مثلا، حيت صعيب تلقاها في البلاصه اللي انت فيها. الظروف الخارجيه والاحداث الحياتيه حتى هي كتخلق عائق. بعض الخطرات غير السن ديالك او الجنس او العرق او الاعاقه، للاسف في بعض الدول كيصعبوا عليك الخدمه في هذاك الشيء اللي كتحلم به. الخوف من انك تريجيكتا او تفشل ويتنادم معك الحال في وظيفه الاحلام، وكتبقى تدخل في شي جيم اللي غتخسرها من الاول بحال المقارنه، واللي كتركب فيك العجز وتطيحك في الامبوستر سيندروم، واللي ديجا دوينا عليها في الحلقه الفايته وراه شرحناها بالتفصيل باش تفهم اصل المشكل منين جا. الكومفورت زون او منطقه الراحه، كتكون مرتاح بالوضع الراهن وكتخاف يوقع شي تغيير في الروتين ديالك، وكتبقى تقول وهاني بدلت كاع الخدمه اللي بغيت، راني مرتاح حاليا في خدمتي وبصاليري، وتصور ما يعجبنيش هذاك الدومين جديد. المهم تتخاف يوقعوا تغييرات في حياتك اللي عايشه انت دابا. هادشي كامل اللي ذكرت عزيزي المستمع عزيزتي المستمعه راه ماشي باش ديروا طريق للاعذار، وانما غير توضيح لبعض المعيقات اللي نقدروا نلقاو لهم الحلول. راه كاين الحل مع الدكتور معتوق، وحنا عندنا البروفيسور عصام كاع. يلا. قلت لا صاحبي، ماشي شي بروفيسور، انما هو غادي نبارطاجي مع الاصدقاء ديالنا شي تلعيبين انطلاقا من داكشي اللي دوزت واللي جزء كبير منه قلبت عليه وطبقته وصدق معايا ياك. دابا الهدف الكبير هو توصل للدريم جوب. اول حاجه، شنو هو هاد الدريم جوب ديالك؟ الجواب على هذا السؤال هو النص ديال الخدمه. باختصار هو الحاجه اللي تقدر ديرها في الصباح بكري، في العطله، في الويكاند، وفي اي وقت، وبلا ما تحس براسك مضغوط او لا كدير خدمه. ثاني حاجه وتا هي مهمه بزاف، البحث. قلب مزيان في البلايص اللي مناسبين، وقد ما جمعتي معلومات كتر ودققتي فيهم قد ما غادي تربح الجهد والوقت وحتى الفرص. الثالثه هي البروفايل ديالك، تكلمنا عليه في الحلقه ديال الانكم انيكواليتي، عدم المساواه في الدخل واللونغلينقيه. باختصار قوي لو سافوار، شنو المعرفه اللي عندك فيها القرايه والثقافه العامه وحوايج اخرين. وقوي لو سافوار فير، شنو كتعرف دير، يعني المهارات ديالك. ولو سافوار اتر، التعامل ديالك كيفاش داير، نعنو المهارات الناعمه اللي ولات هي الذهب ديال الموظفين اليوم.
حيت ممكن المهارات ديالك كاملين ويبقاو ساويين حتى شي حاجه الا ما كنتيش كتعرف تتصرف وتتعامل مع الناس. تسوت التيسكوز اي النقطه الرابعه كتعاونك في هادو كاملين. قلب على تجارب كتر، منها تكبر الريزو ديالك وتطور لي سافوار كاملين اللي تكلمنا عليهم، وتعمر السيفي اللي غادي يولي كيتكلم عليك وكيفتح لك الباب ديال لا بروميير رونكونتر او اللقاء الاول. وهاد المره ماشي باش ندير الاشهار ولكن باش تستافد كتر. الموسم الثاني ديال بودكاست فري توك تكلمنا على النيتوركين وتما غادي تلقى التفاصيل كامله. الملخص هو حدد الوجهه فين باغي توصل وشوف شنو عندك اللي هي نقطه الانطلاق، ورسم المسارات منين تقدر تدوز، واللي خصها تكون فليكسيبل باش تمشي مرتاح. ها انا على الميساج الثاني، وحنا تا من تماره غنبقاو نحلموا بها، واش هادشي عمرو غيسالي؟ السيت دون باز ولفناك في هذا الكونسيبت، واخا انت عنيد اصاحبي. قلنا بلي الخدمه ديال الاحلام هي اصلا انت مرتاح فيها، نعنو تبقى ديرها حتى تقاعد الا بغيتي تقاعد، وغتكون عشتي حياتك انت سعيد. واقيلا شنو بان لكم نتوما؟ وما تنساوش تبارطاجيو الحلقه مع اصحابكم احباكم. افلوني سهل ربي. يلا غني دعيت معكم كاع.